ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. خلاص الرحله بتقرب وتانية ثانوي بتودع، وعقلك دلوقتي مش بيفكر غير في حاجه واحده: تالتة ثانوي هتعمل فيها ايه ومين المدرسين اللي هتثبت معاهم. النهارده انا جاي انقل لكم تجربتي الشخصيه بكل امانه، مين المدرس اللي دماغي ركبت معاه وهكمل معاه المشوار في تالتة، ومين اللي للاسف ما نفعش معايا. ركزوا معايا جدا لان الاختيار الصح دلوقتي هيوفر عليك مجهود جبار السنه الجايه. قبل ما نبدأ ما تنساش تخبط زرار اللايك المتين وتشترك في القناة لو لسه جديد، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. نبدأ بأول مادة معانا وهي اللغة العربية. اللغة العربية كانت من أكتر المواد اللي عندي فيها عقدة، ومن أكتر المواد اللي كنت بقرأها في أولى ثانوي وتانية ثانوي الترم الأولاني، وفي إعدادي كلها كنت بقرأ حاجة اسمها نحو. عموما أنا دورت على مدرس ولقيت اتنين: عندك أستاذ رضا الفاروق وأستاذ محمد صلاح. أنا بصراحة ارتحت أكتر مع أستاذ محمد صلاح، اشتركت معاه في المنصة في الترم التاني، اشتغلت معاه كويس وهو شرحه لا يعلى عليه بصراحة. وجربت برضه مراجعات أستاذ رضا الفاروق، هو مراجعته كانت وافية جدا وهو مدرس كويس، وهنا بقى على حسب دماغك اكتر. فانا بالنسبة لي محمد صلاح بيتميز بحتة الشبابية اكتر، هو سنه مش كبير قوي زي استاذ رضا الفاروق، نفس فكرة الشباب، فانت بتتعلم من واحد دماغه فهماك، فاهم قصدي؟ برضه استاذ محمد صلاح مشهور جدا بخلاصة الخلاويص اللي بينزلها بعد كل درس، هي دي بتلم لك الدرس لو انت خلصت الواجب بتاعه وكل حاجة عايز تراجع عليه او نسيته، بتفكرك جدا، فميزة برضه كويسة لصالح مستر محمد صلاح. فانا كده اول مدرس معانا هو مدرس اللغة العربية استاذ محمد صلاح. دلوقتي معانا اكتر مادة مقربة الى قلبي واكتر مادة انا بحبها، وهي مادة اللغة الانجليزية. المادة دي انا بعتبرها كلغة اكتر ما بعتبرها كمنهج. فانا جربت الترم ده مع استاذ عبقري اللغة او احمد طارق. الاستاذ ده كويس جدا في المادة، بس انا بصراحة مرتحتش معاه بسبب طريقته مملة شوية بالنسبة لي. انا محتاج حد يكون سريع شوية، شبابي اكتر، زي استاذ عبد الحميد حامد او استاذ انجليش شاوي. الاتنين دول كويسين جدا، سرعتهم كويسة وهيشرحوا لك المنهج. أستاذ إنجليش شاوي بيستهدف الطالب الضعيف والقوي، بيستهدف الاتنين. لكن أستاذ عبد الحميد حامد محتاج معاه طالب يكون مركز وعنده خلفية عن الإنجليش شوية عشان يكون مستوعب معاه المادة. وأنا بصراحة هجرب مراجعات الاتنين في تانية، وهشوف مين كويس وهثبت معاه في تالتة، وهحاول أقدم معاه يعني أتقدم معاه. جينا بقى لبابا الثانوية العامة وهي مادة الفيزياء. المادة دي أكتر مادة محتاجة مدرس يخليك تفهم المادة أكتر ما تحفظها. أنا بصراحة كنت متأسس فيها كويس عشان كنت باخد مع مستر محمد ممدوح في تانية ثانوي الترم الأول، وهو بصراحة ما قصرش وعمل اللي عليه معانا. وهكمل معاه في تالتة، هكمل معاه في تالتة، وبرضه هاخد مع دكتور كرولوس أو الدكتور في الفيزياء في المنصة بتاعته. وبرضه هستمر مع الاتنين، هحاول اجمع اكبر قدر معلومات، لان تالتة محتاجة فهم اكتر ما محتاجة حفظ ومحتاجة تطبيق كتير. فانا هعتمد على الشرح مع مستر محمد ممدوح، وهعتمد على التطبيق مع مستر كرولوس. نيجي بقى للسؤال اللي انا سألته كتير: ليه انا مش هاخد مع استاذ محمد عبد المعبود؟ استاذ محمد عبد المعبود مدرس كويس جدا وناس كتير بتشكر فيه، دايما بيطلع الاوائل كل سنة من عنده. بس انا بصراحة لما اتفرجت له على مراجعات الشهر ما حبيتش طريقة شرحه، حسيت انه ما عندوش الطاقة بتاعت الشباب، حسيته رتمه بطيء شوية. انا ما حبيتش طريقة شرحه بصراحة، فانا حبيت اكتر لما اتفرجت على دكتور كرولوس. جينا بقى لأكتر مادة فيها صراع، عندنا صراع الصقر والبابا. الكيمياء بقى فيها منافسة شرسة جدا. الأساس عندي مستر خالد صقر، أنا جربت معاه الترم التاني. بصراحة نظام المنصة بتاعه كويس، شرحه كويس جدا، الملازم بتاعته وافية وفيها كل المعلومات اللي انت هتحتاجها. الحل فيها كويس وطريقة الحل كويسة، المسائل فيها شوية من الصعوبة، وده اللي احنا محتاجينه لتالتة ثانوي كأساس. تمام. عندنا برضو في الكيمياء مستر محمد عبد الجواد، هو مستر ممتاز لأبعد درجة برضو. لكن أنا بصراحة دماغي ارتاحت لمستر خالد صقر، لأنه في المعادلات أنا عندي أزمة كبيرة في المعادلات، فأستاذ خالد صقر خلاني أتعلم أكتب معادلات وأوزنها إزاي وأعمل كل حاجة. فأنا بصراحة من ناحية التعلم أكتر أختار أستاذ خالد صقر. لكن هي في الكيمياء بالذات على حسب دماغك وعلى حسب فهمك، مفيش مدرس أحسن من التاني، لكن هو كل اللي موجود على حسب دماغك وعلى حسب انت هتقدر تكمل مع مين. عندنا بقى الرياضة، دول اخواتنا قسم علم رياضة. لاخواتي المهندسين نصيحة من قلبي: خد مع مستر احمد الفواخري، طريقته ممتازة جدا وهتفهمك لأبعد درجة، ومستر ممتاز، شرحه سهل ومبسط. وبرضو عندك مستر احمد عصام ومستر لطفي زهران، كلهم ممتازين، بس شوف مين فيهم اللي دماغك بترتاح ليه.
لاخواتي الدكاترة دفعة علم علوم في الأحياء، أنا لسه محتار بين اتنين، دكتور أحمد الجوهري ودكتور محمد أيمن. ياريت لو حد فيكم جربهم يكتب لي في الكومنتات ينصحني بمين. وطبعا عندنا الموسوعة مستر محمد صالح، ده المرجع اللي بتابعه على يوتيوب لو في جزئية وقفت قدامي. فعندنا التلاتة دول، مستر أحمد الجوهري ومستر محمد أيمن وأستاذ محمد صالح. التلاتة دول من أحسن التلاتة اللي بيشرحوا أحياء. بس بصراحة أنا لغاية دلوقتي على السيرة، فلو حد من صحابنا اللي في تالتة ثانوي أو صحابنا اللي في الأزهر ياريت ينصحنا ويشوف مين أحسن. في النهاية دي كانت رؤيتي وخطتي للمدرسين اللي اعتمد عليهم في تالتة. أهم حاجة يا شباب إنك تختار المدرس اللي يفهمك ودماغك ترتاح له، مش المدرس المشهور وخلاص، لأن دي سنتك أنت ومستقبلك أنت، هو مش هيستفاد منك حاجة على قد ما أنت هتضر منه. مستني رأيكم في الكومنتات يا شباب، مين المدرس اللي نويتوا تكملوا معاه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واستنونا في فيديوهات تانية كتير الرحلة الجاية. سلام.